الاوردر يا استاذ. ها ايه ده؟ كنز بنتي؟ كنز بنتك؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ايوه كنز بنتي. ايوه انت كنز بنتي. ممكن اكلمك دقيقه واحده بس بعد اذنك؟ اتفضلي. اتفضل اتفضل. ايه حضرتك خد طبق البيض واديني الحساب، انا عايزه امشي. اسمعي بس، اسمعي، خش بس دقيقه واحده. اتفضلي، تعالي تعالي، ما تخافيش، تعالي تعالي. ايوه ما تخافيش. لا ما تقفلش الباب لو سمحت، لو سمحت. هو ايه الشت ده؟ في مش ايه؟ عايزين نلم علينا الناس وصوتك ما يطلعش. طب حضرتك انت قفلت الباب ليه؟ كنت خايفه من يا بنتي شايفه قدامك عفريت. معلش حضرتك ما ينفعش. اتفضل خد هو الاوردر راكبك بتاعك. عفريت اسمه ما يسمعش، ما ينفعش ما ينفعش. انا عايز اتكلم مع حضرتك دقيقه واحده. بعدين كنز بنتك ايه؟ حضرتك شكلك في حاجه غلط، وحضرتك حرامي. انا على فكره انا حرامي؟ اقسم بالله ما فينيش حاجه تنفع. وبعدين انت عرفت اسمي منين حضرتك؟ الكول سنتر كلموك قالوا لك كنز اللي هتبعت لكم الاوردر صح؟ لا كول سنتر ايه وزفت ايه؟ ما حدش قال لي حاجه. انت كنز انت. كنز بنتك مين؟ مش بنتك والله العظيم. لو سمحت بقى خد بنتي. الاوردر. لا بس اسمولي عليا، اهدي بس، انا عايز اديني فرصه اكلمك. اهدي بس وتعالي جوه دقيقتين اتنين والله. لو حسيتي باي حاجه وحشه يا بنتي خدي بعضك وامشي. لا ما ينفعش حضرتك لو أولين ده سمحت. تعالي كده، اتفضل. سيبي الشنطه، تعالي. لا تعالي بقى ورايا دقيقه واحده بالظبط، دقيقه واحده. يا رب هو هيخطفني ولا ايه؟ انا خايفه قوي. طب اتصل عليهم في الشركه ولا اعمل ايه؟ وبعدين ده جاب اسم منين؟ يا رب خايفه قوي. بس هخش اشوف اخرته ايه. هو بيقول كنز بنتي، ده انا ابويا ميت وعيلتي كلها ميته من زمان قوي، وفي واحده هي اللي ربتني. انا خايفه قوي، شكله كمين او حاجه. ربنا يستر. بس هخش اشوف في ايه. يا رب والنبي يا رب اقف معايا. يا بنتي تعالي ما تخافيش، اقسم لك بالله ما تخافي. يا بنتي اتحركي حاضر حاضر. وانا هاكلك. تعالي. في ايه يا نايك؟ صوتك عالي ليه؟ ايه ده؟ كنز بنتي؟ هو انتوا كلكم كنز بنتي كنز بنتي؟ انا ماليش اهل يا حاجه. هو انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ هو انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما اعرفكوش اصلا، انا اهلي ميتين من زمان جدا. طب تعالي وانا هفهمك. لا تعالي ايه؟ ما تخافيش، انا خايفه منكم انا بصراحه. امك وزي امك. تعالي لا بس. لا لا مش امي. عايزاكي. لو اهدي سمحت يا بنتي، ادوني اهدي. ادوني حق الاوردر وامشي. يا بنتي ما تخافيش، اهدي دي وقت. تعالي، ما الحاجه صحت، اديكي صحتيها لصوتك الوحش ده. طب تعالي تعالي تعالي. اتفضلي. طب تعالي جوه اتفضلي. خش يا بنت، تعالي تعالي. تعالي. والنبي يا استاذ، والنبي انا عندي تعالي. اوردرات تانية تعالي محتاجه تعالي يا اسلمها. حبيبتي، بس اوردرات ايه وبتاع ايه؟ انت انا ماسكاني كده هدفع لك ليه يا يا ستي حاجه؟ كل الاوردرات اللي عليكي، ما تخافيش. وبعدين الحاجه ايه قاعده معاكي؟ يعني انت عايزه ايه تاني؟ يعني ايه الحاجه؟ انا ما اعرفوش اصلا. يعني ايه الحاجه؟ ايوه انا ما اعرفش الحاجه. عشان خاطر ربنا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا خايفه منكم قوي. هتهدي ولا اديك طبق البيتزا في وشك؟ بقولك لا إيه يا يا حاج اديني حقه طيب وابقى اكسره والله لا براحتك. اديك كل اللي انت عايزاه. حد اتصل باسلام. مين اسلام ده كمان؟ لا انا عايزه امشي. يا بنتي اهدي، انت عصبتيني. يعني ايه اسلام ابنك يا حاج؟ انا ما اعرفوش. اقعدي كده، اهدي اهدي. لا انتوا كده عايزين مني حاجه صح؟ هنعوز منك ايه؟ يا حاج انا اصلا اعضائي كلها ما عايزة تنفعش، أتكلم؟ اعضائي كلها بايظه. اعضاء ايه؟ يلا يا حاج اتصل بقى على اسلام. ما بيردش. طب رن تاني. هيا يا اسلام. اسلام اسلام سيبك من اللي في ايدك، انت بتعمل ايه؟ تعالى دلوقتي، تعالى سيب كل اللي في ايدك. خير 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 لما جعله خير. خير يا حبيبي، اطلع بقى. لما تيجي بس. أوه. قال لك ايه؟ يا حاج يا انا حاج جاي حاضر. يقول إيه؟ والنبي مشوني والنبي. والله ما تخاف. انا خايفه يا حاج، انا معايا اوردرات كتير. يا بنتي زمان بنقول الناس لك عماله ترن على الشركه. سيبك من الاوردرات كلها وسيبك من الشركه. الاوردرات كلها الحاج هيترحل. ازاي يعني؟ ده الناس بقى كده الفلوس. هتعمل شكاوي فيا ومش هيشغلوني تاني. هشتري لك الشركه، اسكتي بقى. اشتري لي الشركه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا حاج؟ مش هتلاقي شغل. اه هيرفضوني. لا الحاج هيقعدك في شركه جميله، شركه ايه يا حاج؟ استيراد وتصدير. طب ليه بقى؟ هو ايه المقابل؟ بترنوا على اسلام ليه؟ بتاعي اسلام ده يا بتاع حاج. ايه؟ بيبيع كشري بيت ابني. أنا مش عارفة مين؟ كشري. أقول لك اسلام مين؟ كشري. مدير الشركه. مدير الشركه؟ ايوه اللي انا شغالك فيها. طب وانتوا هتشغلوني ليه؟ بصفتي ايه يعني؟ مش انت بتقولي الراجل صاحب بصي دقيقتين بالظبط واسلام هيجي، هتفهمي كل حاجه. استنى انا عايزك دقيقتين. تهدي. ده هيطربقوا عليا الدنيا. ده زمانهم هما مين بيرنوا على دول؟ الشركه. اهدي اهدي الناس بتاعت الاوردرات يا حاج. عشان خاطري اهدي يا حاج انا ما بحبش حد. بقول لك ايه؟ اجي. بيزعلي كده ليه؟ لا عليا يا حاج، البنت خايفه. يا رب يا رب استرها. انا اصلا ما كنتش عايزك الاوردر ده. يا رب والنبي استرها عليا. لا الحمد خايفه. لله انت جيتي، ده خير لينا كلنا. بقول لك ايه؟ الولاد متاخر. اسلام تاني.
هو انت خايفه مني ولا منها؟ منكم كلكم، ما انا ما اعرفكوش ودخلتوني قعدتوني، دي حاجه غريبه جدا. اقعدي بس يا حبيبتي. شبيقتها. اشرب كمان عايزين تشربوني عشان تخدروني صح؟ عشان نخضرك. لا احنا بنخوفك يا حاج. انا مش هشرب عندكم حاجه، هنجيب لك عفريت. مش هشرب عندكم حاجه. يا بنت انت شويه حرام عليك على التطينه. بس يا ايه حاج. ده؟ بس يا حاج. بس يا حاج. بس يا حاج انت انا بدي البيت. هو اسلام ده بتاع ايه؟ مدير الشركه. مدير الشركه، ما انا ما قلتلكوش عايز اشتغل وانا بشتغل حلو قوي، يعني بشتغل بتاع بيت اعمل لك بقى كويس. اخت عليها اخت عليها واجيب منديل واحط على بوقك عشان لا، تسكتي. يا حاج ما طب تخوفش. خلاص اسكتي. بصي بيقول ايه؟ انت جايه تتفرجي معانا هنا ولا ايه؟ مش هنسى. يا بنت بقول لك دقيقتين واسلام هيجي، ما تستعجليش. حاضر هديكي بالتليفون ده. خلاص. مش انا قاعده جنبك. ايوه بس انتي ما عرفتكيش. ده فين يا؟ يعني ايه قاعده جنبي؟ يا انت فين انت؟ على الباب. طب يلا خش بسرعه انا جالي صرع. هيقتلوني. في ايه؟ ايه ده؟ وايه الصندوق ده؟ انا عارف ده جابوني على ملا وشي. في ايه؟ في ايه؟ ايه يا حاج جبتني من الشغل على ملا وشي؟ ايه ده؟ وايه الصندوق اللي بره ده ومين دي؟ بيتكلم مين دي ليه ياما؟ كمان؟ بص كده فيها. ايه ده؟ يبص ليا ليه يا حاجه؟ هيحبك. كنزي؟ دي كنزي. اه والله وهي مصدقه. مش انت اسمك كنزي برضه؟ كنزي؟ ايوه كنزي. هو كلكم ده؟ عارفين اسمي أبويا منين؟ خشي ازاي يابا. كلكم عارفين دخلت اسمي أهو. كده؟ ازيك يا كنزي؟ ازيك يا كنزي؟ عامله ايه؟ والله العظيم على فكره مش لابسه دهب يا جماعه، ده فلس والله العظيم. لو عايزين تسرقوا مني الدهب ولا حاجه. دهب ايه وبتاع ايه؟ دي كنزي ياما. انا عارفه يا اخويا عشان كده قلت في كلامك. ايه يا جماعه؟ هو انا بحلم ولا ايه يابا؟ والله العظيم ما بتحلم. كنزي. وايه البيض ده يابا؟ جايبه لنا ده اوردر حضرتك. اوردر؟ انا عايزه اخد فلوسي وامشي. انا مش فاهم حاجه، انت جبتها ازاي يابا؟ انت جبتها ازاي ياما؟ انا طلبت انا غرفه فاهمه. وبصيت لقيت دي جايه وحضرتك بدات تفتح ولقيتها في وشي بسم الله ما شاء الله. وتقريبا يعني قصدك ان هي شغاله بتاع الدليفري؟ ابوك مش عايز يدفع لي الفلوس يا تقريبا. بنتي ما تسيبك من الفلوس. خلاص يا حاج خلي البيت وانا حاجة همشي. بس انت متاكد يابا ان هي ولا حد شبهها؟ متاكده ياما؟ اي يا ده حبيبي. في حاجه كمان انا واخد بالي منها ومخليها اخر حاجه. ايه هي يابا؟ ايه هي؟ حاجه تفهمني يابا. بصي. مالها ايدي؟ استنى. في ايه؟ مالها ايديها في ايه؟ بصي بقى. ايه مالها يعني؟ دي إيه دي؟ الوحمه اللي انت كنت بتقول لي عليها يابا. اللي علمنا عنها في الجرايد وكل حته ما فيش حاجه. يعني ايه؟ يعني انا ايدي فيها؟ مش انت فيها اسمك دهب؟ كنزي؟ والله اسمي كنزي يا ابني. في ايه؟ ايوه هي يابا. البنت وهي اللي الصوره اللي على معايا. التليفون وهي الصوره اللي انت بعتها لي. ايوه دي هي صورتك دي. وانا صورة ايه؟ في ايه؟ انا مش مصدق بجد. اخر كده. استنى بس يابا، هو انت شغاله فين؟ انا شغاله في شركه طلبات. لا ما تشتغليش من النهارده. حرام عليك انت تعيشي. ولا تروحي شغل ولا هتتحركي من هنا. دي مش هتتحرك من هنا يابا. هتشغلوني خدامه ولا ايه؟ خدامة ايه؟ في خدامه كده برضه. بعد 15 سنة يابا لما انت حكيت لي. يا لا بعد 15 سنة. البنت مش عايزه تصدق يا اسلام. اصدق ايه؟ طيب يا جماعه قولوا انت لي. قلت لها حاجة؟ اشكك بالدبوس لا والنبي انت ما قلت لها حاجة؟ والله لسه مستنيك لما تيجي يا أخويا. طب كويس ان محدش قال انت لها ساكته حاجة. ليه يا حاجه؟ ما تتكلمي قولي اي حاجه. عارفه ساكته ليه؟ قول لها يابا. بالفرحه. بصي، قول لها يابا. بالفرحه ان انا قول لها. ساكته بالفرحه. خليهم يتصلوا بس قدامي. اصبري ياما، خلي ابويا يقول لها قلت ياما. له ساكته ليه؟ بقول لها اصبري بالفرحه. يا حاج اصبري. بجد انا حاسس ان انا بحلم. قول والله لها. ساكت امك تطلع لي انت. طب قول لها يا حاج. دماغك كده يا بنتي. بنتك ازاي يعني؟ انت ايوه انت اختي. انت اختي ودي امك وده ابوكي. طب ايه اللي يثبت؟ انا اهلي ميتين من زمان وفي واحده اللي ربتني. لا ما تقوليش كده. هنكافئها على ربتك دي وهنشكرها. طب خلاص ايوه هي يابا كنزي احنا اللي نعمل تاهت DNA. منكم. احنا إيه؟ نعمل DNA واصدق ان انتوا اهلي او لا، عشان انا التحاليل. كل مصر قالت لي ان انتوا ميتين يا جماعه. انا ازاي نعمل لك أصدق؟ تحليل دي ان عشان تتاكدي ان انت اختي ودي امك وده ابوك. اطلب لنا الدكتور يجي لنا هنا. ماشي، وخد شعر اهو مني، ماشي هاتي. ومفروض بقى تاخد شعر من ابوك عشان هو بيبقى من الاب. لا ولا اقول لك ما يلزمناش الكلام ده، نروح المكان نفسه. ماشي مفيش مشكله. اه ايوه ده الصح. تعرفي حد معين؟
اعرف حد معين، بس مش هروح معاكم دكتور تبعكم. لا اللي انت تقولي عليه نوديكي عنده، حاضر. تتاكدي ان انت ايه يا حبيبتي. اختي ودي امك وده ابوكي. يا حبيبتي يا حاجه اصبري بس، ما انت يمكن ما كريم يا تكونش رب. بنتك. هي ابص. طب يلا يابا مش هنقعد نتكلم كتير، يلا نروح عشان نكسب وقت. ماشي يلا يلا. ولو اثبتنا ان انت ايه بنتنا مش هتمشي من هنا. هتمشي تروح فين؟ هتدوني حق البيت طيب؟ بيت ايه؟ سيبينا بقى من البيت، تعالي ما بس. تكسرش البيت، تعالى يابا ماشي، هاتها يابا خلينا هترجعوا. نتاكد يابا. تعالي خليك انت ياما هنا عشان رجليك وجعاك. لا 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 سيبه زي ما هو يابا. البيت. يلا تعالي يلا يابا هاتها وتعالى يابا، هاتها وتعالى. يا ما انت كريم يا رب، بعد 15 سنه يابا. تعالي يلا تعالي. لا سيبيه. خلاص. احمدك يا رب، بنتي رجعت لي بعد 15 سنه والحمد لله ان انا عايشه، ويا رب النتيجه تطلع حلوه عشان تفرح قلبي. احمدك تاني. تعالي يا احلى اخت في الدنيا، بجد انا مش مصدق يا حاج. احنا يابا هنعمل ليله، بص اقسم بالله نخلي الدنيا كلها تحكي عليها. يا عم بتاع ده يترمي في الشارع، يترمي في الزباله. والشركه هيحبسوني سيبك كده. من الشركه بصي خلاص. ولا يشغلك. تعالي بس خش ونتكلم جوه. خش يابا، اهدى يابا، خش يا اختي تعالي. الحمد لله. هم اتاخروا كده. تعالى يابا ست الكل، في ايه يا ولد؟ افرحي وزغرطي. في ايه يا ولد؟ خشي جنب امك. صح. تعالى يابا. طلعت بنتنا يا راجي. ايوه بس حبيبتي امي. ايوه طلع بنتنا. الحمد لله كله تمام. الحمد لله بعد 15 سنه. مش مصدقين بجد. انا كان نفسي يبقى ليا اخت، البيض والصندوق. كان نفسي يبقى ليا حد نبقى قريبين من بعض. والله العظيم انا مش مصدق ان انت اختي، والله العظيم ما مصدق. مش مصدقة. يا عن نصيب. الحقيقيين تاني. يا عن نصيب. عوضت صبري. يعني انت جايه تجيبي اوردر للجماعه، يصادف الامر تطلعي اختي. شوف القدر يا اسلام. يا رب مبسوطة يا قوي رب ان انا بقى عندي اهل حلوه زيكم. واحنا مبسوطين بجد. ده انا رجعت لاهلي الحقيقيين. ربنا طمعها على خير معانا. الحمد لله الحمد بقول لله. لك ايه يا حاج، عارفين انا ايه يا اعمل حاجه لله. هنذبح ياما وهنعمل ليله ياما ولا 1000 ليله ياما. عايزين نذبح حاجه يا ناس. لا نفرق ايه ده، احنا هنذبح تقولي ونعمل ليله. اتكلمت مع الجزار كله على ماشيين ازاي. ربنا يخليك لينا يا حاج. ربنا يخليك لينا يا بس ناس. سؤال ياما، ايه سبب ان اختي تاهت كده؟ كنت في السوق وهي سابت ايديا ماشيه تايهه. بس كنت صغيره يا خلي بابا، بالك كنت كانت طفلة. تحتواك انت رخر. دول 15 سنه يعني مش سنتين. طب وانت كنت قاعده فين بقى يا كنزي؟ يا لهوي يا اسلام، مش قادره احكي لكم على العيشه اللي انا كنت عايشاها. ايوه يعني كنت قاعده فين؟ هقول لك، ده انا كنت قاعده في عشه يا اسلام مع ست غلبانه. عشه؟ والله العظيم، وما كناش بنلاقي حتى البضايه دي ناكلها. امم لولا انا كبرت شديت حيلي شويه، بقيت 15 سنه نزلت اشتغل اه كل حاجه، اشتغلت كل حاجه يا اسلام في الشارع. رحت بقيت بعد كده بقيت اديها الفلوس وهي بقيت تجيب لنا اكل. هي تعبت الست دي. بعد كده بقى ربنا افتكرها يا اسلام، فانا بقيت لا حول ولا اعيش قوة في إلا العيشه بالله. دي لوحدي، واكل نفسي واشرب نفسي، ما بقتش قادره. يعني الست ماتت. عارف عايشه فين يا اسلام؟ تشكر والله العظيم الست دي لو عايشه ده انا اعملها تكفؤ راسي. والله العظيم اعملها تكفؤ راسي. هي حافظت عليكي وشالتك وربتك. عارفه يا ماما، كنت نعم يا بموت من البرد، اقسم بالله ما كانش عندنا بطانيه، وانا ما كانش عندي اصلا غير الهدوم دي صيف شتا بلبسها يا ماما. بقول لا لك يا الحمد لله. ايه اسلام، ياما؟ خد اختك وهتلاقي المسافه. ده انا هجيب لها الغالي كله ياما. بس دلوقتي الساعه كام ياما؟ لا ده الساعه داخله على 9 الحظر. اشتغل ياما الصبح باذن الله، اخدك افخم مكان في وسط البلد، اجيب لك اللي انت عايزاه كله، كل الهدوم. بص اكسكي من طقطقه للسلام عليكم. انا مبسوطه ان انا بقى عندي بيت حلو زي الحمد ده لله يا رب. وأهل زيكم. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. احنا نعمل ايه بقى؟ الحمد لله يابا. مبروك يا حاج. مبروك يا مبروك ياما. مبروك ياما. انا بصراحه عيط يا اسلام. لا ما تعيطيش ما تعيطيش. شوفي ياما خدها في حضنك. مفيش حاجه بتفرحك ابدا يا هناك. ما تفرحي كده عشان بنتك. افرحي ياما عشان ما تقعدش تعيط ياما. انا عايزه اعيط. عيط. يوه نكد. هتقعدوا تعيطوا وتقلبوها نكد. انا مبسوطه يا اسلام اللي انا رجعت لكم. انت ما تعرفش انا مريت بايه. انا والله العظيم يا اسلام انا بالايام ما باكلش ما بشرب. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. المواصلات يا اسلام انا بوصل اوردرات زي كده، ساعات ما بيبقاش معايا حقها يا اسلام. معلش خلاص ما تعيطيش بقى. خلاص خلاص انت رجعت لنا بقى واحنا اللي انت عايزاه كله هنعمله لك. انا مبسوطه، انا بعيط. دموع الفرحة يابا. لا عربيه بكره يا ابني. دموع الفرحة. حاضر يا حاج اجيب لها عربية نوعها ايه؟ زي ما انت عايز. اجيب لها اللي هي عايزاه يابا. بتعرفي تسوقي؟ عايزة بورش؟ ايوه ده عايزة بورش يا حاج. شوف بقى انت الموضوع ده بتاعك انت. تسلا. تسلا؟ طب
دي جايه على طمع أي يا حاج، حاجة. دي جايه على طمع يابا. شوف ده موضوعك انت بقى. بقى سكوتر يا عم. ماشي. لا سكوتر يابا، ما عندناش بنات تركب سكوتر يابا. لا تركب وتاخدك ورا تروح الشغل. هتوصل اوردرات؟ لا انا ما عندناش بنات بتشتغل يابا. اللي انت عايزاه كله يا حبيبتي انا هعمله لك. ماشي. بطلي عياط بقى واهدي بقى. خلاص يا اسلام، خلاص انا مبسوطه. هي قالت لي أيوة، إيه. العملية بورش يابا، بورش. البورش. خلاص عربيه ايه، يا بابا، عربيه. إيه ده عربية؟ عربيه غاليه قوي. خديها بقى يما وخليها تغير يما وتاخد شاور كده يما وهديها شويه يما. روحي مع امك جوه يا حبيبتي. يلا حبيبي. خديها يما. الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. كوبايه ايه؟ سندوتش بيض. يابا لا سيبها يابا بقى، امي تغذيها يابا. انا عمري ما اكلت لحمه ولا فراخ يا اسلام. هنأكل. بقول لك ايه؟ هي جايه بقى يابا يعني كتر تعال. خيرها السلام يابا. عليكم. خدها يما وروقها عليها بقولك جوه إيه يا يما. حاج؟ استني بس. فك الكيس يا حاج. دي لما كانت ما بتاكلش. لما كانت بتاكل تعمل ايه؟ خلاص يا حاج، خلاص سيب امي بقى تروق عليها. مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. ده انت كنت بتقول لي كان نفسي في حته بنتي يابا تفهمني وافهمها وتبقى هي سند وظهري. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. انت مش فرحانة متخيله انا مبسوطه قد ايه يا ماما. حبيبتي انا فرحانه قوي يا حبيبتي ان انت انا جيتي. مبسوطه جدا يا ماما. الحمد لله. مش عارفه انا تعبت في حياتي قد ايه يا ماما. انت تعبتي صح؟ انت ازاي يا ماما تسيبيني وما تدوريش عليا كل ده؟ قال لك انا ما بدورش، مش انت تعبتي؟ احنا تعبنا اكتر برضه، كنا تعبت بنلف أوي. عليكي في كل حته. بس هو الحمد يا لله. ماما والله العظيم يا ماما انت عارفه انا كنت بنام في الشارع والمطره تيجي عليا. عظمي يا ماما اتكسر من بصي، كتر المطره اصبري اللي كانت عليا بترخ بس. عليا. النهار يطلع بس وهوديك للدكتور اشوفك محتاجه ايه وهجيب لك اللي نفسك فيه، واخوك هينزل يشتري كل انا حاجه. نفسي اتعالج يا ماما والله. انا عاوزك عمري ما شفت يعني ايه بس حمى كنت- اصلا. كنت بستحمى يا ماما في المطعم اللي انا كنت بشتغل فيه قبل كده، ولما سبته ما بقتش اعرف استحمى عند حد يا الحمد ماما. لله الحمد لله. وتعبت الله يرحم والله. الست اللي ربتك، الله يرحم. وفرحانه قوي يا حبيبتي يا حبيبتي. بعد ما ماتت انا اتبهدلت قوي الحمد لله. والله العظيم. عارفه فرحانه ليه؟ ان انا لسه عندي صحه وعمر وشفتك لله. ورجعتي. عارفه اقول لك حاجه حصلت؟ قولي يا ماما كل اللي انت انت عايزاه. عرفت انا وابوك النهارده ليه؟ كنت بيقول لي عجيب بيض وانا اقول له لا، والله العظيم ما كناش عايزين ناكلوا بيض. هو يقول لي انا عجيب بيض وانا اقول له لا. سبحان الله يا رب السر في البيت. يعني لولا طبق البيت ده ما كنتش هعرفكم. بس الاوردرات يا ماما كده. بقول لك ايه؟ امم دلوقتي اخوكي هياخد الرقم بتاع المحل ايوه ويدفع له الاوردرات كلها. يا هيبعتها له رب. اللي هو بيقولوا عليه فودافون كاش ده. ايوه يا رب عشان ما يجوش يحبسونا. انا لا خايفه يحبسوكي قوي ليه؟ ده ملاليم بالنسبه لينا. بجد يا ماما. يعني طبعا يعني يعني طب غالي النهارده قوي. انت عندك جايبه اوردرات بكام؟ يعني دول يعملوا 600 جنيه بالظبط. البيت لا، والاوردرات اللي معاكي تحت لا البيت بتاعكم ب 150، الاوردرات التانية ب 450 بس. 600 جنيه 600 جنيه بس يا يا ماما. حبيبتي. لا ده دلوقتي اخوك يدفع كل حاجه اللي انت عايزاها. وكمان انا معايا فلوس جوه في بتاعه الاوردرات عايزه اديها لهم. بصي قولي اللي كان بالظبط اللي معاكي، احنا مش عايزينهم خليهم معاكي، بس قولي كام بالظبط واخوك هيحولهم للراجل اللي في فودافون كاش. انا معايا 2000 جنيه يا ماما خلاص. اخوك بس هيبعت 2600 للناس. حلو. ماشي ويا ستي هيبعت لهم كمان حق الصندوق. ماشي يا ماما. خلاص بس أنا- انا متضايقه قوي. انت ليه؟ عارفه انا نفسي استحمى قوي. نفسي يبقى عندي طقم تاني غير الطقم اللي ما ما دلوقتي بغيروش انا ده. هقول لك حاجه. تعرفي اللي انا ورثت دول عن الست اللي ماتت، بس هما مش دهب، هما اكسسوارات. معلش بس الناس كلها بتقول لي انت معاكي دهب، وفي ناس حاولوا يخطفوني بسببهم. عشان كده فكرت ان احنا بفهمهم. قلنا لك تعالي، فكرتينا ان احنا طبعا ايوه انا هقول انا فكرتكم عايزين تاخدوهم، عشان كده قلت لكم لا. والله العظيم دول مش دلوقتي دهب. انت هتنامي. الحمد لله يا حاج ان هي رجعت يابا. انت كنت بتقولي نفسي في بنتي تسمع كلامي وتروق وتعمل لنا اكل وامك تعبانه. الحمد لله يابا. ده انت طالب الاوردر ده سبب يابا. انت رايح تطلب بيض يابا. ما في بيض في الثلاجه يابا. هو نصيب يا عم. سبحان الله يا رب. طلب بيض ربنا بعت لنا بنتنا. الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب. طب بص يا حاج دلوقتي شوف يا شباب ازاي وشباب مش شبه امها ابدا. النصيب يابا. الحمد لله. ام دلوقتي تروق عليها وناخدها ونخرج يابا. نطلع بيها اسكندريه يعني نغير جو. ايه دي انا هلففها العالم كله. ماشي يابا. الحمد لله. خد يا حاج خد الحمد لله. بيض. مش انت اللي طالبه؟ الحمد لله. تصدق الكرتونه دي تتحمض. ده انا هعملها بص يابا في صندوق واعملها تمثال في ميدان رمسيس. وبده احنا بقى نلم علينا الناس. لا 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 بس يابا ده انا هحنطها البيض ده يبقى تبقى الذكرى. هو ناقص الصبح هنا ولا هو؟ لا هو المنظر كده يابا. تخشي تاخدي دش وتلبسي هدوم من بتاعتك، والصبح اخوك هينزل ياخدك، اغسل لك دول بالليل. ايوه والصبح اخوك هينزل ياخدك تجيب لك احلى حاجه.
وهتاكلوني فراخ ولحمه كل حاجه. كل حاجه. بقول لك ايه، ماشي واللي مش عندنا في البيت هنطلبه لك. ماشي انا انت عايزه مبسوطه ايه؟ قوي. واطلبي طلباتك اول. لا يا يا لهوي. مبسوطه. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك في بيتكم. الله يسلمك يا حبيبتي يا ماما. الحمد لله يا رب. يا النبي ما النبي تضيعنيش ترجعي تاني، بالسلامه ما بعد تسيبنيش السنين دي تاني ابدا كلها. يا ماما. انا والله العظيم يا ماما انا تعبت قوي من خلاص الشارع. اهدي بقى، خلاص الحمد لله. والناس ترجعي. انت عارفه الناس كمان، والله العظيم مره قبل كده صاحب الشغل عشان اتاخرت على الاوردر راح اداني بالقلم كده جامد قوي. معلش، عشان كل صاحب شغل عليه حق. وانت عارفه انا سكت عشان يديني اليوميه بتاعتي، اصلا انا لو ما كنتش خدتها ما كنتش هلاقي اكل والله العظيم. ما تقطعيش قلبك اكتر من اللي كنت انا فيه. اعمل ايه يعني يا خلاص ماما؟ يلا قومي. حاضر. قومي يلا. طب سيبيني انا مع يلا الكلمه قومي. دي شويه. ايه ياما؟ بقول لك ايه، في ايه ياما؟ في ايه؟ خش كده ياما. اقعد جنب اختي ياما. تعالى مصدق بجد؟ اقعد جنب اختي والله يلا. خش ياما كده. ولا والله انت العظيم ما عليا. مصدق بجد. مالك بتعيطي ليه؟ في ايه؟ انا عشان مبسوطه يا اسلام طب اللي ما انا تعيطيش بعدي ايه؟ بيت واهل. يا حبيبتي احنا جنبيك اهو، واحنا ظهرك واحنا سندك، والحمد لله ده الاوردر ده سبب والله العظيم. عارف يا اسلام انا كنت ملطشه من كل اللي رايح واللي جاي. ما معلش تقوليش كده، ما بقولش ما تقوليش كده. لو عارفه مين رازق فيكي قولي لي وانا وربنا اجيب لك حقك. كل الناس اللي كنت بشتغل عندهم لما باخر حاجه نص ساعه، انت عارف معيش عربيه وبروح مواصلات. يعني اصلا فلوسي بتخلص مواصلات عشان الفلوس يعني تقضي وكده. كنت ساعات بمشي فالوقت بيتاخر فبيروح خلاص يضربني خلاص انسي بالقلم. اللي فات أيوة. ونبدا صفحه جديده، واللي انت عايزاه كله والله العظيم هنعمله لك. وانا كنت بسكت علشان بس يديني ال 150 جنيه بتوع اليوم يا اسلام. معلش خلاص ربنا بعتك لينا بقول لك ايه والله. يا اسلام، ايه يما؟ انا هاخد اختك دلوقتي اه اطلع لها غيار من بتاعه وتاخد دش وتنام، ماشي يما. واغسل لها دول والصبح تلبسهم وتاخدها تجيب لها هجيب لها يما اللي هي عايزاه، ولا اقول لك يما نطلع على اسكندريه ونجيب لها حاجات من هناك؟ اللي يعجبك. طب يلا قومي بقى غيري كده وخدي شاور. ما عنديش هدوم. ما أنا ما قلت امي لك معاكي البس اهو، امي معاكي اهو، والصبح باذن الله هنسافر اسكندريه نغير جو واجيب لك هدوم من هناك، عشان دلوقتي خلاص الساعه داخله على 9 والحظر اشتغل ومش هنلاقي حد فات. ماشي ماشي خلاص بقى، ما تضايقيش نفسك وامسحي دموعك بقى. حاضر يلا يلا خلاص. يلا. يلا يعني مبروك يما، جفت وربنا من كتر الدموع. يخليكي لينا يما. يا رب الحمد لله. خديها يما وروحي بقى. يلا يا بنت. ماشي. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. وزي ما شفتوا معانا يا جماعه اقسم بالله طبق البيت ده انا هحنطه وهعمله برواز، لان هو سبب رجوع اختي لينا. انا بجد كان نفسي في اخت، كنت بشوف البنات في الشارع بقول نفسي يبقى ليا اخت تفهمني وافهمها ونبقى اصحاب. ايوه يا حبيبي. فالحمد لله اختي الحمد رجعت لله. لنا بعد لا. غياب 15 سنه. واحكي لها فراق 15 سنه. تحكي لها اللي بتعمله بره. انت ياما مبسوطه ياما برجوعها ياما؟ طبعا يا ابني. بقالنا ده ياما أنا اكتر اللي من 15 مبسوطة سنه بيكوا ياما قوي. بتقولوا لي انت. عارف يا ابني ما يجيش ليله كنت اغمضها في غيابها. الحمد لله دلوقتي. فراق 15 سنه ياما، كنت مبسوطه في الفراق بتاعها ياما؟ انت حاسس انت لسه صغير، بكره لما تتجوز وتخلف تعرف ان فراق العيل صعب. عندك حق ياما. يلا يا حبيبتي الحمد لله الحمد لله. صلوا على النبي يا جماعه، ما تنسوش صلوا على النبي، صلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب. بجد فراق الابناء صعب جدا، ربنا ما يكتبها لحد. هي كانت غايبه عننا وتاهت من امي في السوق بقالها 15 سنه، يعني عمر. ربنا ما يكتبها على حد، وحافظوا على اولادكم وخلي بالكم من اولادكم، وربنا يسترها علينا وعليكم. وسلام عليكم. بجد حاجة توجع القلب لما يكون ابنك أو بنتك غايبين عنكم 15 سنة. ربنا يحفظ أولادكم جميعا. ما تنسوش تصلوا على النبي